في هاد الفيديو اخواني اخوات كاينين بزاف ديال المعطيات وبزاف ديال المستجدات. ما عليكم اخواني اخوات الا تستمعوا لهاد الفيديو هذا وديروا لنا اللايكات والبارطاج وجميع الاسئله ديالكم غتكون موجوده في هاد الفيديو هذا. اللي غنتكلموا عليه هو كيفاش البدويه وبنتها خرجوا من المحكمه بعد ما كانت استشاره داخل المحكمه، وكيفاش منعم تعتقل وغدا اللي هو اليوم عنده الجلسه. وغتسمعوا الاخبار اللي هي اخبار حصريه على ان طلب ديال الرأي العام او الطلب ديال الشعب المغربي داخل الوطن وخارج الوطن، والكل كينتظر هذا الطلب، هو استدعاء البدوية بمدينة الدار البيضاء. كل شيء إخواني أخوات غنتكلموا عليه بالتفصيل، ونتمنى أنكم ديروا لنا اللايكات والبارطاج والاشتراك في القناة، هذا فضلا وليس أمرا. اليوم إخواني أخوات اللي سمعنا أن البدوية وبنتها خرجوا بكفالة. الصحفي الناس قنوات كيقولوا بأن البدوية خرجت بكفالة وهي وبنتها، أن البدوية عطات 1,000,000 وبنتها عطات 1,000,000. وأنا هذا الخبر ما نكذبو ما غنتيقو، لأنه تكلموا عليه بزاف ديال القنوات. ولكن الأخ الصحفي عبد الكبير صاحب قناة صوت العدالة قال بأن خرجات البدوية وبنتها بمتابعة في حالة صراح، يعني متابعة في حالة صراح، متابعة في حالة صراح. أما بالنسبة استدعاء الضابطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، يعني المراسلة اللي راسلات النيابة العامة بمدينة فاس، فتكلم عليه الأخ ديالنا السي عبد الكبير، وعندنا كل ثقة فيه أنه إنسان صحفي نزيه وعنده مصداقية، فلذلك بغيت نسمعكم من اللسان ديالو أحسن. تفضلوا. من بعد واحد الخدمة اللي كانت ليلة نهار من نهار تحطات الشكاية، اليوم الضابطة القضائية تراسل الضابطة القضائية بمدينة فاس من أجل استدعاء البدوية وكل من جاء في الشكاية. فالاستماع إلى البدوية وبناتها والمحيط ديالها غادي يكون هذا الأسبوع من بعد التوصل ديالها بالكونفوكاسيون اللي غتوصلها لها الضابطة القضائية ديال مدينة فاس. ومن هذه النقطة غادي ننطلقوا ونرجعوا اللقاء ديال. المهم إخواني أخوات، سمعتوا السي عبد الكبير الصحفي النزيه، صوت الحق، صوت الشعب، صوت العدالة، اللي تكلم وقال بأن الضابطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تراسل الضابطة القضائية بمدينة فاس باش يتم استدعائهم في مدينة الدار البيضاء لشكون البدوية وما يدور في فلكها. يعني الكلام ديال سمير البقالي وديال أستاذ المحامي الصوفي بعد ما خرجوا قنوات
كيستنكروا، كاين اللي كيقول بانه ما كاين لا، يعني هاد الشيء براد، كاين اللي تيقول الشكايات مشاو للحفظ، كاين اللي تيقول غير بروباغندا، كاين اللي تيقول لا ما كاين والو. كله كيلغي بالغاه، كله كيلغي بالغاه. فهنا بانت الحقيقه. وانا دائما كنقول لكم شوفوا، ما تبقاوش تسمعوا من القنوات، سمعوا من اهل الاختصاص، من الناس، من الصحافه، من المحاميين، من الجمعيات اللي هما معنيين بالامر، اللي هما معنيين بالامر. لان الكلام بزاف والكذوب بزاف. انا اللي كنلاحظ في هذا اليوتيوب ان الكذوب 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 بزاف. فهانتوما سمعتوا، يعني ابشروا ابشروا ثم ابشروا ثم ابشروا ايها المغاربه الاحرار، ان الطلب ديالكم والشكايات ديالكم والبكاء ديالكم والتأسف ديالكم على هذا الشيء اللي كتشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي، أن القضاء سيضرب من حديد في كل من يشوه صورة البلد. يعني بعدما راسلات الضابطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، راسلات الضابطة القضائية بمدينة فاس، لتم استدعاء البدوية وما يدور في فلكها، ومن أي واحد اللي هو موجود في ديك الشكاية غيستدعوه. أي واحد كاين في ديك الشكاية غيتستدعى، يعني كلشي غيتستدعى. والحمد لله القضاء ديالنا راه كيتحرك. راك شفتوا قضية ديال آدم بن شقرون، كيفاش تم القبض، كيفاش تم البحث، كيفاش تم، يعني داكشي تيتسويت باق 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 باق. كذلك مع البدوية، كذلك مع بوكريشة، كذلك مع بزاف ديال الناس، بزاف ديال التافهين اللي هما كاينين في مواقع التواصل الاجتماعي. كونوا هانين ان كاينه حرب شرسه على التافهين في المواقع التواصل الاجتماعي، وحنا تابعين الخطاب الملكي اللي قال ان هناك حرب على القيم. فانا كنظن ان هاد الحرب هادي او هاد محاربة التفاهة ربما جاية من الفوق، ربما جاية من الفوق، لأن البلاد ديالنا خاصها تنقى. البلاد ديالنا خاصنا نحاربوا المفسدين والفاسدين في هاد البلاد هادي، والشوهة اللي فيها في المواقع. أو ترى وصلنا لواحد الدرجة لا حول ولا قوة إلا بالله. الدعارة في اليوتيوب، الدعارة في الانستغرام، الشوهة، السب، القذف، الكلام الساقط. والله ما بقينا كنقدروا نتفرجوا في اليوتيوب ولا التيك توك. تيك توك ما بقيتش نقدر ندخل ليه بعدا انا اصلا. فيه محاكم، فيه الدعارة، فيه الفساد، فيه المثلية، فيه لا حول ولا قوة الا بالله. المهم منعم تشد على الشكاية ديال أسامة. راكم عارفين الشكاية ديال أسامة. البدوية راه عندها شكايات بزاف، راه ماشي غير شكايات من الرأي العام، وإنما شكايات من بزاف ديال القنوات اللي تم القذف ديالهم والسب ديالهم والتعدي عليهم والنصب عليهم كذلك. اليوم خرجت لنا البدوية وقالت بأن الأمس البارح كانت مع مدام البقالي، واستقبلتها مدام البقالي وعطاتها بزاف ديال المعطيات في حق بزاف ديال الناس اللي ظلموها. فهنا كنقول البدوية انك تسرعتي بزاف ومشيتي بغيتي تخربطي ما بين جمعية وجمعية، وكاينين غرارين عيشة اللي داوك وطيحوك في هذا الفخ. هذيك رئيسة الجمعية، وكاين واحد تا هو رئيس الجمعية. وعلى ما اظن ان الاخ المزيت قال في واحد لانترفيو ولا ما في لايف، قال بان كان عنده لقاء مع سميرة البقالي. يعني هادو بجوج راهم كيحاربوك انتي، بجوج هما كيحاربوك. علاش انتي غتنوضي وغديري وسطهم تخرويض، تبغي تخروضي بيناتهم باش تشعلي واحد الحرب ما بين جوج جمعيات، وهما هاد جوج جمعيات اصلا هما بجوج كيحاربوا التفاهه، بجوج كيحاربوا التفاهه. غتقولي حكا كان كيهددني ولا كذا ولا كيستفزني ولا طلب مني الفلوس ولا كذا ولا كذا. انا تنظن ان الاخ مزيت عنده ما يدلي وما يثبت. انت اللقاء ديالك اللي كان مع لاله ومولاتي، ان الكلام ديالك متخبط،
باين فيه الكذوب وباين فيه بزاف ديال الحوايج. ولكن معليش، حنا الهدف ديالنا هو ان الشكايه اللي كاينه في الدار البيضاء الحمد لله الشكايه تم الاستماع ليها، وغيتم الاستدعاء ديالكم وغتبروا وعطيو ما يدلي القضاء انكم مظلومين. اكيد ما مظلومينش، فانتم ظالمين. وحنا باش ما حكم القضاء، باش اما حكم القضاء حنا معاه. شافكم مظلومين مرحبا، شافكم ظالمين مرحبا، المهم باش ما حكم القضاء حنا معاه. حنا لا ما نتعلاوش فوق القضاء. داكشي اللي قالوا القضاء مهم كتسمى بان البلاد راه فيها القضاء، وراه كاينين الناس اللي الصوت ديالهم تيوصل للقضاء باش يامنوا بان اي واحد كيدير الشكايه او هاد المغاربه الا ما رضاوش على شي حاجه راه كيدعيو بنادم وكيوصلوه للقضاء، باش ما يجيش شي واحد صاحب قناه يبغي انه يتجبر على الشعب المغربي او يطاول على الشعب المغربي او يسب الشعب المغربي او يشوه الصوره ديال الشعب المغربي. فهذا ما غنقبلوش، ثم ما غنقبلوش. ونحن ضد التفاهه، لا للتفاهه، زيرو تفاهه، زيرو عاطفه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.